في قلوب العراقيين جميعا كان في شخص بيخوفهم حتى اكتر من صدام حسين نفسه، لدرجة ان لو لاعب كورة خسر ماتش كان بيؤمر بتعذيبه، والكلام ده موثق مش كلامي انا. الرياضيين اللي تعرضوا للتعذيب يمكن اكتر من 50 شخص. مجرد ان جندي ادى التحية العسكرية بطريقة ما عجبتوش نزل ضربه بالنار في الشارع قدام الناس وقتله. ده غير انه كمان كان بيبعت رجالة يخطفوا العروسة من وسط فرحها، ويقعد يدور على الانترنت على كل الطرق الممكنة للتعذيب للبشر. والاغرب من ده كله انه طول الوقت ما كانش بيتحاسب على اي حاجة بيعملها. الشخص ده هو عدي حسين ابن صدام حسين. وصلت وحشية عدي لدرجة ان كتير من العراقيين اعترفوا ان هو كان اكثر وحشية من صدام نفسه. في 18 يونيو سنة 1964 اتولد عدي حسين في بغداد، وبعد 4 شهور بس من ولادته اتقبض على ابوه صدام بسبب مشاركته في محاولة حزب البعث للاستيلاء على السلطة، واتسجن. ومن ساعتها بقى عدي وهو لسه رضيع جزء من الصراع السياسي. كانت امه ساجدة اوقات بتخبي خرايط ورسائل سرية وحتى رصاص جوه حفاضته وتدخل بيهم للسجن سرا. سنة 1966 صدام قدر يهرب من السجن فعليا، ولكن ما قدرش يرجع لبيته. نقل من بيوت آمنة مختلفة ويخطط مع قيادات حزب البعث لمحاولة جديدة للاستيلاء على الحكم. وخلال الفترة دي كانت أم عدي وأخوه الأصغر قصي عايشين حياة شبه أي أسرة عادية في بغداد. ودخل عدي مدرسة عادية لكنه كان بيتعرض للتنمر باستمرار. خليني اقول لك ان الاحساس ده فضل ملازمه طول حياته. وفي 17 يوليو سنة 1968 خليني اقول لك ان كل شيء اتغير. كان حزب البعث العربي الاشتراكي بيستعد للإطاحة بالحكومة العراقية، وكان صدام واحد من أهم المخططين للعملية دي. وفي ليلة واحدة استولت المجموعة على أعلى سلطة في الدولة، وانتقلت عائلة صدام حسين من بيتها المتواضع في أطراف بغداد إلى مجمع حكومي فاخر مليان نفوذ وسلطة وموارد بلا حدود. أما بالنسبة لعدي فكان بيحقق درجات دراسية ممتازة، لكن مش بسبب اجتهاده. ما كانش فيه أي مدرس في العراق يجرؤ يسيء في معاملة ابن الرجل الأقوى في البلد أو حتى يديله درجات قليلة. لكن خليني أقولك التعليم الحقيقي اللي شكل شخصيته ما كانش في المدرسة، كان في البيت. سنة 1979 أجبر صدام الرئيس العراقي وقتها على الاستقالة واستولى على السلطة بالكامل. وبعد أقل من أسبوع على توليه الحكم استدعى كل قيادات حزب البعث إلى مسرح في بغداد. ولما وصلوا اتقال لهم إن في مؤامرة لقلب نظام الحكم ضد الرئيس الجديد تم اكتشافها، وإن المتآمرين موجودين وسط الحاضرين. وقتها طلع صدام على المسرح وولع سيجارة كوبي وبدأ يقرأ الأسماء واحد واحد، وكان كل واحد يسمع اسمه يقف يردد شعار الحزب وبعدها يخرج من القاعة مش عارف هو رايح فين. ولا واحد منهم كان يعرف اللي مستنيه بره. وقام واحد منهم في القاعة وقال بصوت عالي أنا ما عملتش حاجة. صدام حتى ما بصلوش وقتها. وفي النهاية اتنادى على حوالي 68 شخص. وخلال الأيام اللي بعدها اتعدم 22 واحد منهم. وتعمد صدام ان فرقة الإعدام تكون كلها من أعضاء حزب البعث مش الجنود العراقيين المحترفين. وقتها بره المسرح اتجمعت آلاف الجماهير من مسيرات مؤيدة وهم بيهتفوا ويمجدوا الرئيس الجديد صدام حسين. وأثناء ما كانت عملية القتل مستمرة كان عدي اللي كان عنده وقتها 15 سنة واقف بيتفرج على كل ده بعينه. خليني اقولك ان قبل ما يتم 12 سنة كان عدي واخوه قصي بيقعدوا بنفسهم يحضروا جلسات تحقيق وعمليات التعذيب وعمليات الاعدام عن قرب جدا جدا. ورغم ان كل واحد فيهم شاف مشاهد العنف والتعذيب دي عن قرب، إلا إن كل واحد فيهم خرج بشخصية مختلفة تماما. قصي اتعلم يسيطر على نفسه ويستخدم العنف وقت الحاجة وبالشكل اللي يخدم مصلحته. أما عدي فما تعلمش بس يستخدم العنف، هو استمتع بيه وبقى التعذيب بالنسبة له متعة في حد ذاته. وما بقاش بقى الهوس اللي عنده بالعنف محبوس جوه أسرار القصر
لا، ده بقى جزء من حياته اليومية. ولما كان عنده 19 سنة حضر حفلة من حفلات الطبقة العليا الراقية في العراق. وقتها لفتت نظره واحدة جميلة من السيدات فطلب انها ترقص معاه، وكان واقف في الوقت ده جنبها جوزها وكان ضابط في الجيش العراقي، فرد بأدب وقال ان مراته ما ينفعش تعمل كده. الضابط ما قامش على رجليه تاني بعد الواقعة دي، لا خليني اقولك انه كمان مات بعد ايام. كان عشرات الضيوف موجودين ورغم كده ما كانش فيه حد يجرؤ انه يتدخل، لان الكل كان عارف ان اللي بيضرب ابن صدام حسين. اما بالنسبة لعدي فما تعرضش لاي عقوبة وكأن اللي حصل ما حصلش. خليني اقولك بقى ان دي كانت مجرد البداية يا عزيز. بعدها بكام شهر كان ماشي في احد شوارع بغداد، ولما واحد من ضباط الجيش اداله التحية العسكرية شاف ان التحية ما كانتش فيها احترام كفاية، طلع مسدسه وضرب الضابط بالنار قدام الناس لحد ما قتله، وبرضه محدش حاسبه على اللي عمله. وفي مرة بقى اثناء رحلة صيد استخدم اصحابه بدل كلاب الصيد علشان يطاردوا الطرائد، واول ما حد اشتكى او كان يعترض كان بيوجه له السلاح فورا. وكانت تصرفاته العنيفة بتزيد يوم بعد يوم، ورغم كل جرائمه ما كانش بيتعاقب على حاجة، بالعكس ده كان بيحصل على سلطات اكبر. سنة 1984 وبعد ما حصل على شهادة في الهندسة عينوا صدام رئيسا للجنة الأولمبية العراقية وكمان المسؤول الأعلى عن اتحاد الكرة. عدي أصلا ما كانش عنده أي اهتمام بالرياضة، لكن كان في حاجة بتخليه يستمتع جدا كونه رئيس المنصب ده. كان بيعذب ويعاقب الرياضيين دايما. أي لاعب يخسر مباراة أو حتى يقدم مستوى ما يعجبهوش أو حتى يتكاسل في التدريب كان أفراد حراسته يقبضوا عليه وياخدوه لمبنى اللجنة الأولمبية. المبنى ده بقى كان جواه سجن خاص للرياضيين، وورا اسواره كانت فيه واحدة من ابشع اماكن التعذيب في العراق. كانوا بيحبسوا الرياضيين في زنازين ضيقة جدا ومظلمة ما يقدروش حتى يتحركوا فيها بحرية. وزي ما قلت لك كان يدخل على الانترنت عشان يدور على ابشع الطرق في التعذيب، ومن اكتر الطرق اللي لفتت انتباهه طريقة اسمها الفلقة او الفلقة، وكان فيها بيثبت الشخص من رجليه على هيكل معدني يتم ضرب باطن قدميه بعنف لحد ما يبقاش قادر يقف على رجليه. وكان عدي عارف ومتأكد ان طول ما ابوه في الحكم محدش هيقدر يحاسبه على اي حاجة، لكن خليني اقولك مع كل شخص كان بيعذبه او بيهينه كان بيخلق لنفسه عدو جديد، وده كله خلى حياته تبقى اخطر يوم عن يوم. ومن هنا بدأ يفكر في حل يحمي بيه نفسه من اي محاولة اغتيال. وفي اواخر الثمانينات وبعد ما بقت سمعته المرعبة معروفة في كل العراق قرر انه يكون له شبيه. وخليني اقولك انه جايب الفكرة دي من أبوه كان دايما بيستخدم ليه بدلاء، فعدي عجبته الفكرة وقرر يعمل لنفسه بدلاء برضه زي أبوه. وفي شهر سبتمبر سنة 1987 كان الملازم أول لطيف يحيى البالغ من العمر 23 سنة بيقاتل على جبهة الحرب العراقية الإيرانية، وبعد ما اتصاب وصل أمر إنه لازم يحضر إلى القصر الجمهوري في بغداد خلال 72 ساعة. ولما وصل اتفاجئ انه واقف وش الوش مع عدي صدام حسين. من ايام المدرسة كان الناس دايما بيعلقوا على التشابه الكبير بينه وبين عدي، لكن عدي عمره ما نسي الملاحظة دي. طلب منه بشكل مباشر انه يكون الشبيه الرسمي ليه، وللأسف لطيف رفض فورا لانه عارف ان المهمة دي خطيرة جدا وممكن تعرض حياته للخطر. لكن خليني اقولك مع عدي الرفض مش اختيار. اول ما رفض اتقبض عليه واترمى في الزنزانة زيه زي اي حد. وبعد ايام من الحبس الانفرادي ومع التهديد بقتل افراد اسرته للاسف في النهاية اضطر لطيف انه يوافق على حاجة زي كده. ومن اللحظة دي انتهت حياة لطيف الطبيعية عشان هيبقى عدي صدام حسين الجديد، وخضع لسلسلة كبيرة جدا من عمليات التجميل عشان يبقى نفس الشبه بالضبط، وحتى شكل الفك اتعدل جراحيا علشان يبقى مطابق تقريبا. اجبروه يشوف عشرات الفيديوهات
فيديوهات لعدي وهو بيعذب الناس، وده طبعا عشان لطيف يعرف يتعامل بنفس الطريقة، وكان لازم يحفظ كل حركة بيعملها وطريقة كلامه وضحكته تعابير وشه واسلوبه في المشي وحتى طريقة جلوسه. وقبل ما يبدأ المهمة دي فورا كان لازم يمر بآخر اختبار، وهو انه يقف قدام صدام حسين. وفي الاختبار ده كان المطلوب منه انه يقدر يقنع صدام حسين ان هو ابن عدي ومش الشبيه بتاعه. كان اول تكليف ليه انه يروح استاد الشعب في بغداد يحضر مباراة كرة قدم ويلوح للجماهير ويسلم الميداليات للاعبين. وفي الوقت نفسه كان عدي الحقيقي موجود في احد قصوره بيقضي وقته في السهر واللهو. انت متخيل اللي بيحصل في قلب العراق ايه؟ ولما العراق غزا الكويت في سنة 1990 فضل عدي في بغداد. تفتكر بقى مين اللي راح لغزو الكويت في الوقت ده؟ طبعا الشبيه بتاع عدي. عدي كان عايش في القصور بتاعته بيعمل الحفلات ويحيط نفسه بكل وسائل الرفاهية. اما لطيف فكان مضطر يعيش بشخصية عدي ويتحمل كل الاخطار اللي كانت بتتوجه لعدي. وبعد كده لطيف قال انه تعرض لحوالي اكتر من 14 عملية اغتيال، واتصاب اصابات خطيرة جدا في 9 مرات من مجموع الاغتيالات دي. اما اللحظة اللي غيرت حياته تماما لما امر عدي انه يقتل والد واحدة من ضحاياه. البنت دي كانت ملكة جمال سابقة وتعرضت لاعتداء على يد عدي، لكن وقتها لطيف رفض ينفذ الامر، وبدل ما يقتل الراجل مسك سكينة وطعن بيها نفسه قدام والد الضحية وعدي. خليني اقول لك ان عدي اتصدم من اللي شافه في الوقت ده من لطيف، ومن وقتها بطل يطلب من لطيف انه يقتل اي حد بنفسه. وفي نهاية سنة 1991 استغل لطيف فرصة مناسبة وهرب واتجه ناحية شمال العراق ووصل للمناطق اللي كانت تحت سيطرة القوات الكردية. في البداية المقاتلين الأكراد افتكروه ان هو عدي من كتر الشبه اللي كان بينهم وقبضوا عليه، ولكن بعد ما اتأكدوا من شخصيته الحقيقية اطلقوا سراحه. وفي سنة 1992 اخيرا نجح للهروب للنمسا. وبكده انتهت قصة لطيف وقصة سنوات كتيرة جدا عاشها لطيف شبيه لعدي صدام حسين، وانتهت قصة من أغرب القصص اللي عرفها العراق. في شهر أكتوبر سنة 1988 أقيمت مأدبة رسمية كبيرة على شرف سوزان مبارك زوجة الرئيس مبارك الرئيس المصري وقتها، وحضر الحفل مئات من كبار المسؤولين والدبلوماسيين، وكان من بين الحاضرين راجل اسمه كامل حنا جيجو. وكان كامل من أقرب المقربين لصدام وبيشتغل مرافق شخصي لصدام. أثناء الحفلة عدي راح ناحية كامل وبدأ يتكلم معاه، وبعد دقايق مسك طفاية سجاير وضربها في راسه، وياريته اكتفى بكده. بعد دقايق جري على المطبخ جاب سكينة وانهال عليه بالضربات قدام كل الموجودين. وفي لحظات ساد الصمت القاعة كلها. مئات الضيوف كانوا واقفين يشوفوا اللي بيحصل، لكن كالعادة وزي ما تعودوا محدش يجرؤ انه يتدخل. الجريمة دي كانت مختلفة عن اي جريمة ارتكبها عدي قبل كده، لانها حصلت قدام وفود ودبلوماسيين من دول مختلفة، ووقتها وقف صدام مصدوم وما بقاش قادر يتجاهل اللي حصل من عدي وقرر يعاقبه. اصدر صدام امر بالقبض على عدي، وحسب الرواية المنتشرة في العراق انه صدر حكم ضد عدي بالاعدام، واتحط فعلا في السجن. وخلال الايام الأولى ما كانش بيدخله غير مية للشرب، ولما حاول يعتدي على أحد الحراس وقتها اتلموا عليه وضربوه. داخل السجن كتب عدي رسالة لأمه، وكان مضمون الرسالة اللي كتبها لأمه: ابنك هيموت لو محدش أنقذه، يا إما هموت يا إما هتجنن. واستمر حبسه حوالي 3 شهور، وبعدها اتدخل الملك حسين بن طلال ملك الأردن في محاولة للوساطة، وبالفعل وافق صدام على تخفيف العقوبة وأرسله إلى سويسرا وقتها، وتم تعيينه مساعدا في السفارة العراقية بمدينة جنيف. وكان الهدف من القرار ده إنه يبعت رسالة للعالم إن ابن رئيس الجمهورية ممكن يتعرض للعقاب لو خالف القانون. اسم عدي ارتبط بحوالي
حوادث عنف أثارت مشاكل كبيرة للسلطات السويسرية، وبعد سنوات من تحمل تصرفاته بسبب حصانته الدبلوماسية قررت السلطات السويسرية في النهاية طرده من البلاد. وبعد كده رجع عدي تاني للعراق. خلينا أقول لك بقى إن بمجرد رجوعه للعراق بدأ عدي يوسع نفوذه تاني في وسائل الإعلام، وسيطر بقى على الصحف ومحطات التلفزيون والإذاعة في العراق، وبدأ يستخدمها كأدوات للدعاية وتلميع صورة نظام صدام حسين. لكن رغم كل ده فضلت العلاقة بينه وبين أبوه مليانة بالتوتر، وبدأ عدد كبير من مسؤولين الدولة يشكوا إن هو ممكن يكون وريث صدام. ومع بداية حرب الخليج بدأ عدي يشوف إنها فرصة إنه يصلح العلاقة اللي اتوترت بينه وبين أبوه تاني. في أغسطس سنة 1990 أمر صدام الجيش العراقي يغزو الكويت للسيطرة على مواردها النفطية. الخطوة دي واجهت إدانة واسعة من معظم دول العالم. وفي الوقت اللي بدأ فيه عدد من كبار المسؤولين العراقيين يشكوا في إمكانية إن هم يكسبوا الحرب دي، كان عدي واقف بكل قوته جنب أبوه من غير أي تردد. وزي ما ورد لينا شملت المسروقات دي سيارات فاخرة جدا وذهب ومعدات طبية ومقتنيات كانت قيمتها قدرت بعشرات الملايين من الدولارات، وتم نقل جزء كبير جدا من الممتلكات والمقتنيات دي لأحد القصور التابعة لصدام حسين. وفي فبراير سنة 1991 نجحت قوات التحالف الدولي في هزيمة الجيش العراقي، واضطر صدام إلى الانسحاب من الكويت. لكن بعد الحرب دي فرض المجتمع الدولي عقوبات كبيرة جدا على صدام حسين والعراق بشكل عام، وانهارت قيمة العملة وارتفعت الأسعار بشكل كبير، وبقت الأدوية والمواد الغذائية من الأشياء اللي صعب على المواطن العادي يشتريها. وفي الوقت اللي كان فيه ملايين العراقيين بيعانوا من الفقر ونقص الاحتياجات الأساسية، فضلت عائلة صدام حسين عايشة في رفاهية كبيرة جدا، وساعدت الثروات اللي تم الاستيلاء عليها أثناء الحرب في استمرار أسلوب حياتهم المترف. وخلال الحرب هرب عدد من المسؤولين داخل العراق، لكن عدي فضل على موقفه وفضل داعم لأبوه. كان مقتنع بأن الولاء هو الضمان الوحيد لبقائه في النظام. وبعد انتهاء الحرب دي استعاد مكانته في العراق كأحد أبرز المرشحين لخلافة والده صدام. الخطورة هنا والمفاجأة بالنسبة لي وبالنسبة لأي حد عراقي إنه بدل ما غير أسلوبه وتصرفاته بقى أكثر عنفا وقسوا ودموية في العراق. وفي يوم من الأيام دخل بنفسه إلى أحد مراكز الاحتجاز من غير أي إعلان مسبق، وأمر الحراس يخرجوا كل السجناء ويوقفوهم صف واحد، وبدأ يمشي قدامهم ويشاور بصباعه لشوية منهم ويقول انت انت انت، وكان كل واحد بيتم اختياره بيتعدم قدام باقي السجناء. ويا ريته اكتفى بكده، ده اصدر امر ببقاء الناس اللي ماتت دي مع السجناء في نفس الزنزانة. هو عايزهم يخرجوا للمجتمع وهم حاملين الرعب اللي شافوه علشان ينقلوه لغيرهم. وبالنسبة لعدي كان الخوف هو الوسيلة الوحيدة للسيطرة على الناس. ده كان الاسلوب اللي اعتمد عليه باستمرار في التعامل مع كل اللي حواليه، سواء كانوا رياضيين او مسؤولين او حتى سجناء او حتى اقرب الناس ليه. وبس يا سيدي، دي كانت قصة النهاردة، ومن هنا اوجه تحية كبيرة للشعب الباسل، الشعب العراقي اللي واجه كل اشكال العنف والتعذيب ورغم ذلك فضل صامت. ولو وصلت لحد هنا في الفيديو ادعمنا بلايك وشير، لان الحاجات دي بتفرق معانا جدا. ولو في فكرة معينة حابين نتكلم عنها اكتبوها في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.